معجزة والله العظيم. طيب هاتي القصة، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتي مع الزواج. الله ما شاء أنا الله. يعني سبحان الله شاء ربي إني ما أتزوج لعمر 25 سنة. ونحن عندنا كده يعني في أفريقيا إن البنت تتزوج من سن 16 لل17، أكتر من كده تعتبر يعني زي ما يقول عانس. فاتها القطار أيوة. زي ما يقولون، عدى عليها. الله يفتح عليك يا هو رب. أفضل من كلمة عانس اللي هي متأخرة في الزواج. أي تفضلي. الله يرضى عليك. مم. والله إني كنت بس ركعتين بعد صلاة المغرب بنية أن الله يستجيب للدعاء، أقول اللهم صل على محمد 1000 مرة وأستغفر الله 1000 مرة، وأنا قاعدة في بيت أبويا ولا بطلع ولا يعني بمشي المدرسة ولا عندي عمل، بس في غرفتنا. شاء الله لمدة شهر فقط يجوني 3 عرسان. ما شاء الله. العريس الأول والله يسألني ربي، العريس الأول غني غني جدا وساكن في السعودية، غني ما شاء ملياردير. الله. العريس الثاني من يعني شخص جميل جميل جدا، برضو ولد عمي يعني. ما شاء الله ما شاء الله. والثالث ولد عمتي. أيوه. وشاء ربي إني أنا أتزوج ولد عمتي، لا إله إلا الله. والحمد لله ربي فتحها علي. يعني بعد الشيء توظفت وظيفة حكومية، ما والحمد شاء لله جبت الله. أولاد توأم محمد وأحمد، سميتهم في الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. والله إن الصلاة على الرسول ولو كانت يعني بعدد قليل، أهم شيء بحضور قلب. يعني حتى والتلاهي تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلبك بس يكون يعني مركز، تركز قلبك بس وتدعي يا رب كن فيكون بإذن الله. صلي وسلم عليك يا رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان رسالة بسيطة من القصة هذه. كل من ما جاله نصيبه سواء رجال أو مرأة، لك لا تقعدون تعايرونه، إيه؟ والله أنت عانس، والله أنت مدري إيش، والله أنت من راعي أيوة سماج، والله. ترى الكلام يعور والكلام يجرح، يبقى في النفس. سبحان الله. أيوة والله حتى الله عز نفسيتي وجل كانت لما تعبانة. وصف أيوة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام عنه، عليه الصلاة مش والسلام. أفعال وضرب، لا كلام بس. ولقد نعم نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لما يقولون. نعم كلمة أنت عانس نصيب. حتى أنا أقول مو متأخر في الزواج أو متأخرة، لا، ما جاله نصيب، ما جاها الله نصيب يفتح عليك. باقي. هذا نعم الأفضل وهذا نعم الصح أصلا حتى على النفس. حتى القرآن يحثنا على أننا يعني نختار الألفاظ المناسبة. حتى في بعض أيوة الأمثال في القرآن ومنها: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث نعم لا يخرج إلا نكدا. شوف الاختيارات مهمة. حتى لو ترجع للقصص والسيرة النبوية، دائما الاختيارات في المصطلحات ترى مهمة، عشان لا صح. تراعي فيها النفوس وتجبر فيها الخواطر. سبحان الله، ما تدري كم نعم من شخص يتألم بسبب معاناة أي الزوج، والله. وتجي تألمه على ألمه اللي هو فيه. إيه لا، ما يصلح. إيه والله صح. فالدين يعني حثنا على أننا نراعي نفوس شعور. الناس ومشاعرهم. اي والله. نعم لكل وحدة تبي تتزوج والله إنه سهل جدا التقرب من الله سبحانه وتعالى. أنا ما كان عندي ولا سبب أصلا، ولا شافوني ولا طلعت ولا شيء، بس يا رب أرفع يديني بس، والصلاة على النبي 1000 مرة اللهم صل على محمد، والاستغفار استغفر الله 1000 مرة، بس لا أكتر ولا أقل. وقبل هذا ركعتين بنية إن ربي يستجيب اللي في قلبي. والله إنها تحقق المستحيل يا أخي إبراهيم. ومشكور كثير على القناة الحلوة هذه، والله يعني ما شاء الله مستفيدة جدا، وبدعي لك من قلبي يوميا الله يفتح عليك ويطول الله يفتح عليك ويطول في عمرك. والله انت نعمة من ربي سبحانه وتعالى، الله جابك لنا نعمة. ونحن اخوانك في افريقيا نشوفوك كلنا وندعو لك. والله الله يفتح لك دنيا واخره. طيب يتابعونا معاكم من افريقيا، يتابعوني يعني معاكم. يا سلام، الملايين اخي، الملايين. ابراهيم الحربي اشهر من نار على علم. بالله كذا ينادون يقولون ابراهيم الحربي ابراهيم الحربي ابراهيم الحربي والله.